لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي القدير، بالخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. إخوة الإيمان، يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر الله عباده أمرا مقطوعا به بألا يعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا، وأمر الله بالإحسان للوالدين، والإحسان هو البر والإكرام. فقد روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ أي بعد الإيمان بالله ورسوله؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وروى مسلم عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف من أدرك أبويه الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رغم أنف، قال أهل اللغة، معناه ذل وأصله لصق أنفه بالرغام، وهو تراب مختلط برمل، والمعنى أن بر الوالدين عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة والفوز في الآخرة، فمن قصر في ذلك فقد خسر خسارة كبيرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. رواه الحاكم وغيره. فبر الوالدين إخوة الإيمان فوز كبيرة في الدنيا والآخرة، وعقوقهما خسران مبين، بل هو من أكبر الكبائر كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. وروى البيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، أي مع الأولين أي لسبق العذاب لهم إن لم يعفو الله عنهم، وعد منهم العاق لوالديه. والعقوق أيها الأحبة ضابطه كما قال العلماء، وهو ما يتأذى به الوالدان أو أحدهما تأذيا ليس بالهين في العرف أي عرف الناس كالشتم ونحوه، بل نص بعضهم أنه يجب على الولد أن يطيع والديه في كل أمر يحصل لهما غم بسبب تركه له، أي مما ليس فيه معصية. فلو طلب أحد الوالدين من ولده كترتيب المكان أو غسل الصحون أو تسخين الطعام أو عمل الشاء وما أشبه ذلك. وباب البر إخوة الإيمان واسع يدخل فيه التواضع لهما والدعاء لهما. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن البر أيضا أيها الأحبة ترك كل ما يزعجهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار. وقال عروة: لا تمتنع عن شيء أحبه. وعن عيسى بن طلحة بن عبد الله بن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أن رجلا قال: رأيت صليت الصلوات الخمسة وصمت رمضان وأديت الزكاة وحججت البيت فماذا لي؟ قال صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك فإنه مع النبيين والشهداء والصالحين إلا أن يعق والديه.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوله، أي بعد أن يموت. وقال أيضا: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين. اللهم إنا نسألك أن نجعلنا من أبر الناس بوالدينا ومن أتقاهم ومن أحسنهم خلقا بفضلك وأكرمك يا أكرم الأكرمين.